بقول لك ايه. واللي بقول لك ايه، الناس بتقول الو. نعم. سيبك انت من الكلام ده، المهم ان انت فاضي ولا شغال؟ لا شغال والله. طيب المهم تعالى، كنت عايزه اقول لك على حاجه. بقول لك شغال. سيبك انت من الكلام ده. بمناسبه ان انا كل ما اروح مكان باخدك معايا في افراح ما بتبصش لحد، باخدك معايا في مناسبات ما بتسلمش على حد، بنخرج مع بعض ما بتبصش على حد، ودي حاجه كويسه صح؟ صح. هي الحاجه الكويسه دي مش بيتجاب لها هديه؟ ليه، هو ده موسم ولا عيد ولا حاجه؟ لا هي ملهاش دعوه بمواسم، انت بتعمل حاجه كويسه ومن حقك ان انت تفاجئني عليه. انا اللي فاجئك؟ امال ايه؟ انا اللي هديكي؟ طبعا. مش العكس يعني؟ لا طبعا. انا عايزه بقى هديه من 12 ل 15 الف جنيه كده، عايزه حاجه في الرايق منه. نعم. من 12 ل 15 الف جنيه مش هتنزل عنها. يعني كل ده عشان خاطر لا بخونك ولا بسلم على بنات ولا ببص البنات ولا اي حاجه؟ ايوه طبعا. طب لو خنتك؟ لا ما انا عارفه انت عمرك ما تعمل كده. لا هعمل كده أنا، عشان هي هتبقى ارخص واكيد مش هتبقى بالرقم ده. لا لا لا، عمرك ما تعمل فيها كده وانا عارفه. يعني انت شايفة ان الواحد طالع عين امه، ماشي، وشايفة الدول عمالة ترزع في بعضها، وده عمال يضرب على ده صاروخ وده عمال يضرب على ده شمروخ وده عمال يضرب على دوت مش عارف ايه، وشوية شوية هيضربونا خلاص بالنووي وفاضل ساعتين ونتكل على الله ونفلسع ومش هيبقى في كرة ارضية، وانت جاية تكلميني في هدية ب 12 ل 15 الف جنيه؟ مش لازم ادلع نفسي؟ طب بقول لك ايه،